ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع يوميات حنان في المطبخ. النهارده هنعمل الكبده على طريقتي. يلا بينا نشوف معانا ايه. معانا طبعا الكبده بتاعتنا مقطعه عصافير صغير، وكمان لازم شرطه لما الكبده يبقى ليمون. والنهارده هنعملها بالبصل، ومعايا حبه ليا وكمان عليهم حبه سمين قليلين، مش هنحط الكميه دي كلها. معايا طبعا كبده يبقى توم. تمام. هنجيب التوم ده اخضر يا جماعه، فهنقطعه بالسكينه كده تقطيع بسيطه، مش مفروم قوي. تمام، لان انا عايزه نكهه التوم بس. معايا البصل، يعني انا عندي الكبده نص كيلو كبده مقطعه عصافير، ومعايا زي ربع كيلو سمين بليه. يعني عندي السمين وعندي الليه دي حابه تضيفيها براحتك، السمين حابه تضيفيه براحتك. انا كان عندي الاتنين، وبصراحه الاتنين اضافه روعه. تمام. هنجيب الحله بتاعتنا مسخناها جامد جدا على البوتاجاز، وهنزل بالماده الدهنيه بتاعتي اللي هي اللية والسمين. تمام. عايزه اقولك اضافه اللية حاجه روعه. هننزل على طول بعد ما تنزل العصاره بتاعتها وشويه من الدهون، هنزل بالثوم على طول كده. طبعا نزل معايا ميه كتير ومعايا دهون طبعا، فانا هديها صدمه للكبده في السوائل دي. مش هسلق الكبده بتاعتي ولا هشوحها هي الاول، هنزل بيها على طول. خلاص اخر التشويحه ولونها اتغير، هرفعها بقى اصفيها بالمقصوصه. تمام. واركنها على جنب تبرد براحتها، تسخن براحتها، مفيش اي قلق. هنيجي بقى العصاره اللي نزلت اللي هي السوائل دي بالدهون. على فكره السوائل دي فيها نسبه من الميه، لسه ما اتقدحتش معايا جامد على البوتاجاز. تمام. هنركن بقى كل ده على جنب، ونيجي هنا للبصل بتاعي. البصل بتاعي بصل اخضر يا جماعه، فكده اوريدي اصلا ان هو فيه ميه، فانا هنزل برضو على السوائل دي. كله هياخد وقت واحد، مش هستنى ان الميه هنا تنشف وبعد كده احط البصل وينزل العصاره بتاعته. كل ده تضييع للوقت، لا. هفضل انزل على طول وافضل اقلب فيهم لحد ما يتكرمل معايا البصل. على فكره البصل الجديد يا جماعه بياخد وقت كتير على البوتاجاز، بس بيبقى طعمه حلو جدا. اول ما يتكرمل معايا هنزل بالفلفل، وحبه فلفل كده حلوين سبايسي جامد. تمام. الكبده بتاعتي مش هضيف لها حاجه من التوابل غير ملح بشطه، يعني ملح ابيض وشطه. لو حابه تستغنى عن الشطه براحتك، اهم حاجه الفلفل الاسمر. تمام. يعني فلفل اسمر، حابه تضيفي الشطه براحتك، مش حابه انت كده كده ضايفه فلفل. هنزل بقى بالكبده بتاعتي بعد ما البصل اتكرمل معايا. فيديو صغير جدا وطريقه سهله ووصفه بسيطه والناس كتيره قوي بتحبها ومفيده. حاجه يعني سهله جدا كده، تقدري تعمليه في يوم في رمضان انت وصايمه، هيسهل عليكي كتير جدا. هتفضل طبعا تتسبك معاكي على النار. جنبها تعملي سلطه طحينه، حبه رز، حبه مكرونه، براحتك خالص. اسهل من كده مفيش. ونقدمها لازم تقدميها مع ليمون علشان تاخدي الفايده بتاعتها كويس جدا، والحديد جسمك يستفاد بيها. حطي معاها ليمون. عملت جنبها طحينه، حابه تعملي مكرونه، يبقى كده وجبه متكامله. واسيبكم في رعايه الله. ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لي لايك وشير للقناه.